اوعى تنصب على الاتش ار عشان الاتش ار اصيع من الاي اي. هقولك على طريقه تقدر تستفيد من وجود الاي اي في انك تعرف تروح الانترفيو بشكل كويس، او حتى من قبلها ان انت السي في بتاعك يتقبل. لما تلاقي اعلان وانت عايز تقدم عليه وشايف ان الاعلان ده بالنسبه لك مناسب ونفسك تروح لما تبعت السي في يكلموك، خد الاعلان بالمحتوى اللي فيه وحطه على شات جي بي تي وارفع معاه السي في بتاعك، وقول له اعمل مقارنه ما بين الاعلان والسي في بتاعي وشوفوا ماتشنج ولا مش ماتشنج. ولو طلع مش مظبوط اطلب منه زي ما انت شايف برضو اعمل ده ازاي او اعدله ازاي عشان الاتش ار يكلمني. عايز بقى تستفيد اكتر واكتر، قول له طيب ايه هي الاسئله اللي ممكن تتسال لي وايه هي الاجابات اللي ممكن تتجاوب لي. بس خليني انصحك نصيحة قبل ما تعمل كل ده، ارجوك لازم تبقى عارف انك قادر تعمل كل الحاجات دي وعارف تفاصيلها، لان الاتش ار اللي قدامك مش غبي وبيفهم كويس جدا ايه هي اللي متاخده كوبي وبيست وايه اللي معموله من الاي اي. فلو دخل معاك ان ديتيلز لازم تبقى جاهز انك ترد عليه لحد اخر سؤال.